اللي يذكر الشيخ المفيد، يذكر المقرم، يذكر الطبري، يذكر كلهم يذكرونه، كتبوا إليه: أما بعد فحيهلا فإن الناس ينتظرون ولا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل ثم العجل العجل. هذا نص. النص الثاني: أما بعد فإن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل يا ابن رسول الله، فقد اخضرت الجنات وأينعت الثمار وأعشبت الأرض وأورقت الأشجار، فاقدم علينا إذا شئت، انشالت إذا شئت، فاقدم علينا إذا شئت، فإنما تقدم على جند لك ورحمة الله على أبيك من قبل. هاي نص العبارة. فإن هذا الكتاب ينسبون الحجار ابن أبجر وشبث ابن لا، شو له علاقة حجار وشبث ابن ربع وهالشتشول هاي الزفرة؟ شو له علاقة بهذا الوضع؟ وشنو علاقة الحسين بحجار؟ هسه راح تجيك ترجمتهم. زين، الكارثة الكبرى اللي اريدك تلزمها بيدك انهم يقولون ان الحسين عليه السلام وصلت اليه مع الكتاب هذا الثاني مال حيهلا، يعني الناس ينتظرونك وعجل بالقدوم، وصلت اليهم بحدود 350 كتاب، ثم تزايدت الكتب حتى بلغت 12,000 كتاب. هاي خو تعرفوها خرجيا الامام الحسين شايل ويا يعرضها للناس، تمام لو لا؟ الزموها بيدكم من اهل الكوفة، الزمون 12,000 هذني ال 12,000 كتاب. خلينا نشوف كم كتاب وصل الصدق بيهن. زين، يقول الشيخ المفيد على الله مقامه وكذا ابن المقرم وغيرهم: وكتب شبث ابن ربعي وحجار ابن أبجر وزيد ابن الحارث ويزيد ابن رويم وعزر ابن قيس، هذا يهودي، وعمرو بن الحجاج الزبيدي، زين، ومحمد ابن عمر أو عمرو التميمي. أما بعد فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار. هذا نسبوه إلهم، هذا ما نسبوه إلهم. هذول وصلهم حبيبي وصل لهم كتاب: أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. جاوبوه مثل ما جاوبوه أهل البصرة، مثل ما جاوب الأحنف، مثل ما جاوب فلان. نسبوه لإنما تقدم على جند لك مجندة. أنا المشكلة اللي أستغرب من عدها أنه ليش تحسبون ذولا أنه شيعة علي؟ ذولا مو شيعة علي، بل خلي أعطيكم ترجمتهم حتى تعرفوهم شيعة علي لو مو شيعة علي. نجي ثم قبل ما أجي أريد أطرح سؤال. أنا هسه أريد أودي الشيخ عشيرة بن لام، شيخ عشيرة بن لام والفريجات والسواعد وهاي الدنيا كلها، اريد اكتب للشيوخ، اكتب ويجيني مثلا من السواعد مثلا فت 5,000 كتاب، او يجيني من بني لام هالقد، او يجيني من الفريجات مثلا 10,000 كتاب. اقول هاي عشاير مخربطة، لانه المفروض اكو كبير يرجعوا له. مو كل واحد يجي يكتب ويدز. حتى القائد هسان على عقليتي هاي، من ادز الى كبار العشائر ويجينا الرد اضعاف مضاعفة. اقول عمي هاي عشائر مفككة، هاي عشائر ما يمكن الاعتماد عليها، لان كل واحد يرى نفسه انه امير وانه الشيخ. فلازم الامام الحسين يحسب له حساب. شنو 12,000 يعني ماكو كبير بالدنيا، ماكو كبير بالكوفة. وبالتالي فكثرة الكتب دلالة على تفكك القواعد. هاي غير تنتبهوا لها. هسه بالله الواديم تكتب بكيفها، انتم يا الامامية غير تنتبهوا لها هاي المسألة، انه دلالة على ان القواعد التابعة للأئمة مفككة وما عندها ارتباط بأئمتها.
زين لو هو كل منطقة هسه هاي مراجعنا الله يسلمهم، زين بكل مدينة حاطين لهم وكيل معتمد، يصير مثلا باشر يكتب اي مرجع من المراجع لاي مدينة يجاوبونه 250,000، يقول ها عم ذولا مو مقلديني، لانه انا عندي معتمد غير سليمان والجماعة وحبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسج، غير كبارية القوم، ذولا مو كبارية، زين غير الطيحة قواعدها، ولا هم بقاقيل مثلا، ولا هم حمامين بالسوق يشتغلون، شيوخ عشاير ذولا. يعني هاني بن عروة اذا ركبت معه 30,000، زين حبيب شيخ بني اسد، زين مسلم شيخ، الحر شيخ، الدنيا هذا خزاعة كلها وياه طابقة. سليمان بن الصرد، سليمان ابن الصرد هاني يأتمر بأمره، زين سليمان اذا قح صيح عونك 10,000 بهذا الوقت، هذا مو بعد ما فكك هالمختار عنه، زين شنو 12,000؟ بس انا اقول لك 12,000 كتاب ذني الدعوة العامة، الدعوة الظاهرة، الدعوة المعروفة للامام الحسين، ادعوكم الى كتاب الله وسنة رسوله، اشراف كثيرة في البصرة، اشراف كثيرة في اليمن، اشراف كثيرة في الكوفة، اشراف كثيرة في الشام، اشراف كثيرة في بلاد الفارس، حتى يلقي الحجة على الجميع. اكيد ابيهم 12,000 شيخ ووجيه يعني وزلمة يقود ربعه ونجمع عنده 12,000، مو كتب الشيعة ذني، مو كتب اهل الكوفة، شنو علاقة اهل الكوفة؟ زين ثم هالنيمونات هاي حجار وما حجار ذولا شلهم علاقة بالحسين ويكتبوا له تقدم على جند لك مجندة؟ خلينا نشوف هالتحف هاي شنو سوالفهم، يعني ترجمة عنهم. اما شبث ابن ربعي كان مؤذنا لسجاح النبيه من حروب الردة، ذولا مؤذن لسجاح، سجاح ترى منا أنا من ديرتنا، زين مؤذن مالتها، بعدين اسلم ثم شارك في قتل عثمان، زين ثم اصبح في الجيش الكوفي فشارك مع علي بن ابي طالب في صفين، زين ثم بعد ذلك خرج ضد علي بن ابي طالب في الخوارج، شارك بالخوارج، ثم حضر معركة كربلاء مع ابن سعد، ثم خرج مع المختار بطلب ثار الحسين، وكان قائد الشرطة مع المختار، هذا قائد شرطة المختار، زين ثم ترك المختار ذهب الى مصعب ابن الزبير، زين وشارك معه في قتل المختار الثقفي، مات موتا طبيعيا في 88 هجري ورا معركة ما له علاقة بالموضوع، لا قائد شرطة المختار، زين هذا ما اورده العسقلاني وغير العسقلاني، طبعا ردوا عليه قامت الدنيا ولم تقعد على العسقلاني انه كيف شبث ابن ربعي، لا قائد شرطة شبث ابن ربعي، زين هذا شبث. نجي للتحفظ، زين هذا الحسين سلام الله عليه هسعوفك امام مفترض الطاعة، زين انسان اعتيادي ما قاعد يشوفه هذا متقلب، جابها اخو الحسين مو صغير 57 سنة، ها جابها من حروب الردة معاصرها، يعني يدري بشبث ذن سوالف المكسرة كلهن، زين ويا ابوها ما يدري بيها السالفة، فيقول له شبث تقدم على جند لك مجندة، وصدق بيه الحسين وجه على حكاية الشبث هاي وين لاقيها يعني انا ما. زين ثاني حجار بن ابجر او ابحر السلمي خرج مع ابن سعد لقتال الحسين عليه السلام، انقلب بعد ذلك فصار من جنود عبد الله بن المطيع الوالي مال ابن الزبير فقاتل المختار. هذا حجار شهد على حجر بن عدي رحمة الله عليه، وهو ابو مسيحي، اسرة مسيحية، هذا حجار مسيحي واسلم بعد ذلك. ثم انه بعد ذلك كاتب عبد الملك بن مروان مع القيادات الاخرى فعينه واليا على اذربيجان.
بعد أن ترك ابن الزبير والتحق بعبد الملك بن مروان، بقي إلى سنة 71 للهجرة ولم يعرف أين ذهب حجار بن أبجر، يعني ما انقتل 71 ما أدري وين راح. بعد يزيد بن الحارث ابن يزيد الشيباني، بعد معركة كربلاء أعطى البيعة لابن الزبير، وكان يحث أتباع ابن الزبير على قتال المختار الثقفي قبل العفو، كان يحث ابن الزبير على قتال سليمان ابن الصرد رحمة الله عليه قبل أن يخرج بأصحابه. بعد ذلك أصبح من قيادات ابن الزبير، بعثه ابن المطيع لقتال المختار في جبانة مراد، وهو الذي منع المختار من دخول الكوفة عندما صارت الحرب في الجبانة. ثم أصبح بعد أنه منع المختار، صار المختار جاء إلى المختار فأصبح من قيادات المختار. بعد ذلك أنه لما جاء ابن الزبير وغلب على المختار، يعني لما ثار ضد المختار، دولة مو قعدوا اجتماع، بعد ذلك القتلة وثاروا ضد المختار، اي انهزم الى ابن الزبير. عينه ابن الزبير بعد ذلك اميرا على المدائن، ثم اصبح بعد ذلك والي الري في عهد عبد الملك ابن مروان، وذهبوا اليه الخوارج هناك وقتلوه. هذا مقتول الخوارج، قتلته الخوارج. زين. عمرو بن الحجاج الزبيدي اللي كان على الميسرة واللي خلوه على المشرعة، هذا عمرو بن الحجاج اللي علب الناس على هاني بن عروة. هذا يقال انه اخته او بنته ماخذها هاني ابن عروة، ام يحيى ابن هاني، اخته او بنته، ولا صح انها اخته. طبعا هذا عمرو بن الحجاج الزبيدي ممن شهد على حجر بالكفر، شهد عليه انه كافر بالله هذا. زين. وهو الذي خذل مذحج عن نصرة هاني بن عروة. بعد الطف اصبح مع ابن المطيع اللي هو والي ابن الزبير في الكوفة، خرج ضد المختار. بعد ان سيطر المختار على الكوفة هرب فاخذ طريق واقصة وشراف، ولم يعلم اين ذهب، ما حد يدري بيه وين صار بعد ذلك. زين. محمد ابن عمر او ابن عمرو التميمي، او العفو التيمي مو التميمي، التيمي، هذا كان مع امير المؤمنين سلام الله عليه في صفين، شارك في مقتل عمرو بن الحمق رحمة الله عليه، حتى عوتب سبحان الله، حتى عوتب من قبل عمرو بن حريث لانه قسى كثيرا على عمرو بن الحمق هذا الصحابي الجليل. زين. وهو من جملة الذين ايضا شهدوا على حجر بن عدي. بعد ذلك حجر بن عدي وحارب المختار الثقفي، ثم بايع للمختار الثقفي وارسله المختار واليا على اذربيجان، ثم قاتل مع ابن الزبير الخوارج، ثم كاتب عبد الملك ابن مروان، فاصبح بعد ذلك واليا على همدان او همدان حتى عام 75 للهجرة، ولم يعلم اثره بعد ذلك اين ذهب. هاي هذولا هو نص حياتهم عايش الحسين، ويعرفهم شنو عقلياتهم. ذولا عسكر يا اخوان، عسكر ما لهم علاقة بالامور السياسية ولا بالامور العقائدية، ناس عسكريين. عسى ما يكون الوالي علي بن ابي طالب وياه، والوليد بن المعيط وياه، ابن زياد وياه، ابن عبد الله بن المطيع وياه، ما لهم علاقة بالمعتقد وبالمبدأ، جلهم هكذا، عقيدتهم سيفهم، هذا السيف يعيشون من وراء، هذا السيف بجاههم بسطوتهم، سيطرتهم على العشائر على عشائرهم. ما لهم علاقة من الحاكم، ماكو شيء يربطهم بمعتقد. ذولا اهل سيف، جيش مستقل، ما له علاقة بسياسة الحكومة، مأمورون بتنفيذ المهام السرية. الدليل
الدليل ان سليمان ابن الصرد ترى احتلها للكوفة، سليمان سقطها للكوفة. قالوا له سليمان انت وين طالع؟ وين طالع رايح لابن زياد؟ ذولا يمك عمر بن سعد وحجار بن ابجر. قال لهم ذولا شنو؟ ذولا مأمورون، ذولا منفذون، ذولا قيادات عسكرية. الرأس المخطط رأس الأفعى يسميه، والعقل المدبر ابن زياد. أنا إذا قضيت على ابن زياد يعرفه، ذكي. إذا قضى على ابن زياد الآتي من الشام بجيش لإرجاع الكوفة التي ذهبت من يده، هو اوتوماتيكيا هاي تجي تستسلم له اوتوماتيكيا. هي الناس الحاكم يصبح الصبح المختار عليهم، راحوا بايعوا المختار، قالوا لا احنا الجيش ما لنا علاقة بالموضوع. قتل المختار، اجى ابن الزبير قال لا احنا وياه، قالوا هاي ما يتحارشون بيهم، ما لهم علاقة بيهم، لأن يعلمون أن هذا الجيش مسير من قبل دولة، ذولا منفذون، ما محسوبين علي بن أبي طالب، على علي بن أبي طالب. أو تجي تقول لي شيعة علي، منو ذولا شيعة علي؟ وذولا ما يمثلون الكوفة، ذولا مو أهل الكوفة، هذا جيش المسلمين بالكوفة، جيش ما له علاقة. نعم اشتراهم معاوية بالأموال، بذخ عليهم معاوية بالأموال، هاي وحد واستمالهم بالأموال، هاي وحد. ولكن بعد ذلك لما هلك معاوية وضعفت سيطرة معاوية، طاعت ابن زياد. ثم لعلمك أنه ذولا وياهم في مقابلهم الكتيبة الحمراء. المهم هسه عرفتوا شلون الترتيب؟ هسه راح يجي الترتيب منسق لطيف، انه بعد وفاة الحسن انتظروا امر الامام الحسين، مات معاوية، هلك معاوية، دزوا له رسالة تهنئة وقالوا له ابا عبد الله احنا منتظرين لابنك، حبسنا انفسنا عليك. بعث لهم رسالة، سولفوا لي اخبار الكوفة، كتبوا له انه الشيعة ما تجتمع مع النعمان